بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. ايه رأيكم بقى في طاجن اللحمة بالبصل ده مع العجين؟ بجد تحفة. يلا بينا بقى نفتح الجمال ده ونشوف اتعمل مع بعض ازاي يا حبايبي. الله بقى على الجمال، بجد عظمة. بصوا بقى الجمال والحلاوة، حاجة كده بجد تحفة بتتحدث عن نفسها. الله الله بقى على الجمال. بصوا بقى المنظر، بجد تحفة. بصوا بقى اللحمة دايبة، بجد عظمة. بصوا بقى ما شاء الله، اللحمة دايبة دوب، بجد بتتحدث عن نفسها. بصوا بقى الجمال يا حبايبي، الله بقى على الجمال. يلا بينا بقى ندخل الفيديو ونشوف هنعمل الجمال ده كله ازاي مع بعض. هننزل كده بقى بالزبدة، مكعبين 3 زبدة، ونستنى يسخنوا معانا وننزل بقى باللحمة. كده الزبدة سخنت، هننزل بقى باللحمة. لازم الطاسة تكون سخنة عشان يديها بقى الصدمة الحلوة بتاعتها. هننزل عليها بس برشة فلفل اسود كده، مش هننزل بأي توابل، هو فلفل اسود بس عشان يديها تسريحة بقى حلوة للحمة. رشة كده، وهنبتدي بقى نقلب على الناحية التانية. أهم حاجة التسريحة دي تدينا برضو طعم حلو وتست حلو جدا يا حبايبي. اللحمة بتاعتنا ابتدت تتشوح كده بقى وتاخد اللون اللي احنا عايزينه. بصوا بقى الجمال، يا دوبك احنا نديها صدمة بس عشان ايه، تدينا تست حلو وتبقى طرية من جوه جوسي. خلاص كده اللحمة بتاعتنا خدت لون حلو، هنبتدي بس نشيلها وننزل بقى في نفس الطاسة دي كده بالزيت بقى اللي نزل من اللحمة، ونبتدي بقى ننزل بالبصل. والحركة دي حلوة جدا يا حبايبي، احسن ما تنزلوا بالبصل في الاول، تديكوا طعم وتست حلو جدا جدا. هنطلع بقى اللحمة وننزل بالبصل. هننزل في نفس الطاسة كده بمكعبين زبدة كمان. ننزل بقى بكمية بصل قد اللحمة كده حبايبي. بصوا بقى البصل معايا هنا، البصل مقطعاه جوليان. هنبتدي بقى نشوح بقى في البصلة بتاعتنا لغاية ما تاخد لون بقى ذهبي غامق شوية، وتاخد بقى من الجوس اللي نزل من اللحمة ده، تبقى البصلة بتاعتنا ايه، لونها جولد كده غامق وكده اللون. بصوا ما شاء الله، اول ما نزلنا بالبصل ادانا بقى لون الكرملة الجميل، طبعا من الزبدة اللي شوحنا فيها الايه، اللحمة بتاعتنا. ودي بتسرع معانا بقى عملية البصل ياخد معانا لون بسرعة. الكرمل معانا، هننزل بقى باللحمة اللي شوحناها وخدت اللون الجميل، وهننزل بالصوص كله. هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا، معانا فلفل اسود، 7 بهارات، بابريكا، بس كده. دي توابلنا يا حبايبي. نفضل بقى نقلب اللحمة بتاعتنا عشان تشرب بقى من التوابل بتاعتنا. توابلنا بسيطة جدا يا حبايبي. هننزل بقى بالمية السخنة كده تدريجيا لغاية ما اللحمة تستوي معانا، كل ما هتنقص هنزودها. هنزودها كمان شوية مية كل ما تشرب الصوص كده، حبة بحبة يا حبايبي، مش هنزودها كتير عشان تستوي معانا كده ايه، والبصل يتكرمل كده ويشرب بقى من طعم البصل، وتبقى اللحمة بقى جميلة.
واللي وصل معانا هنا حبايب قلبي بقى ما ينساش اللايك يا حبايبي والاشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد انا بنزله. هنبدأ نقلب فيها كده. بص بتشرب بقى الصوص وبتتكرمل بجد. بص لونها جميل جدا يا حبايبي. من الاكلات السهلة البسيطة اللي كلنا بنحبها، بتبقى سهلة جدا بقى. ممكن نعمل جنبها رز، مكرونة. انا كل ما بتنقص هنا بزودها شوية. خلاص اللحمة كده استوت معانا تماما وبقت جاهزة معايا. الحالة دي بقى معايا بطاطسيتين محمراهم كده تحمير كامل عشان ما ايه تبقى ماسكة نفسها. وبصوا كده البطاطس مش هتبقى طرية معانا، هتبقى متماسكة كده في اللحمة وطعمها بجد تحفة. طبعا هي مستوية، هنديها بس تقليبة بسيطة قبل ما ندخلها الطاجن. وهننزل بقى في الطاجن بتاعنا بقى بالجمال والعظمة دي كلها. بس بقى اهم حاجة الفايبريشن ده بقى اللي بيدينا بقى ايه التست حلو، ويبقى الطاجن سخن معانا منستناش لما نسخن. هننزل بقى باللحمة كده سبب الحلة الجميل بقى. بص البطاطس طبعا لازم نسيب فيها شوية صوص كده يا حبايبي عشان ايه تاخد وتدي مع بعضها. ومعانا هنا كوباية دي هنعمل عجينة بقى عشان نغطي الطاجن بتاعنا. عجينة بسيطة جدا مفيهاش اي تعقيد. معلقة بس لبن بودر وسنة ملح وبس كده. هنقلب بقى اللبن البودر مع الملح مع الدقيق، وهننزل عليهم بالمية من غير خميرة ولا اي حاجة. حابين بقى تعجنوا بمية او بلبن، انا هنا هعجن بلبن. هنقلب كده ونلم العجينة بقى وكده. خلاص لمينا العجينة. بصوا طرية وجميلة معانا. ودي بقى اللي هتخلي بقى طعم الطاجن بجد جميل جدا يا حبايبي. جربوها تعجبكم قوي. هنبتدي بقى نفرد العجينة على قد مستوى الطاجن بتاعنا كده عشان نغطي بيها ايه طاجن اللحمة بتاعنا، ويطلع بجد تحفة. جربوه الطاجن ده بجد يا جماعة هيشرفكم في العزايم. هنفرد العجينة كده لغاية ما توصل معانا ايه على قد مقاس الطاجن، يا دوبك تغطيه بس، وننزل بايه بالطروف بتاعته مش اكتر. خلاص كده بصوا العجينة بتاعتنا بصوا طرية ولينة جدا. خلاص فردناها كده. بصوا ما شاء الله. بصوا حجمها كده تمام خلاص. بصوا بقى الطاجن بقى سخن وبصوا بيعمل فايبريشن. وهنبتدي بقى نفرد العجينة بتاعتنا على الطاجن كده، ونحاول بس ايه نثبت العجينة على الطروف يا حبايبي، على طروف الطاجن نثبتها. هيطلع معاكم بقى احلى عيش بقى تغمزوا بيه اللحمة بالبصل، دي بجد تحفة. خلاص كده انا فردته. هاجي بقى ايه بالفرشة كده هدهنه بقى ايه معلقة زبدة كده عشان ما احط بقى حبة البركة والسمسم يثبتوا بقى ايه على الايه على العجينة بتاعتي. لو عندكم لبن ممكن تعملوا كده لبن، تدهنوه لبن عادي مفيش اي مشكلة. بس كده ادهنه بس من الحروف كده كويس تمام كده زي الفل. ومعايا هنا حبة البركة، ومعايا هنا سمسم ابيض. براحتكم بقى، حابين تحطوا سمسم ابيض حبة البركة زي ما انتوا عايزين. انا هحط هنا ميكس بين الاتنين. وكده خلاص هحطه على الرف الوسطاني. هياخد معانا نص ساعة لغاية ما العجينة تستوي. كده حبايبي بعد ما عملنا الطاجن بص جماله وشكله بجد في منتهى الجمال. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.